وللأسف الشديد الجزائر تعيش أزمة رجال، تعيش أزمة رجال اللي بإمكانهم تغيير المعادلة التي طال تأثيرها، طالت نتانتها، وطالت قذارتها، وطال فشلها وفسادها. علينا أن نتحرك، علينا أن نتحرك، لأنه كل يوم نزيدوا نتأخروا، كل يوم نزيدوا نندموا ندم شديد، وسنندم. لماذا؟ لأن القادم أسوأ، القادم أسوأ بكثير، القادم أسوأ بكثير. للأسف الشعب الجزائري خرج في ثورة مباركة في 2019 من أجل وضع حد للفساد وللوضع السيء، لكن لم نكن نتخيل أننا سنخرج من وضع سيء إلى وضع أسوأ. إذا نحن أمام معادلة السيء والأسوأ، خرجنا من وضع سيء وفاسد، دخلنا في وضع أسوأ وأفسد. إذا من السيء الفاسد إلى الأسوأ الأفسد. اليوم نتفاجئ بنكسة جديدة، اليوم نتفاجئ بطعنة جديدة، اليوم نتفاجئ بإحباط جديد.